السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة وتكون كل اموركم على ما يرام. اليوم جبت لكم وصفة جديدة غادي تنال اعجابكم اكيد. الريب بطريقة اللي زوينة بزاف وكيجي هائل. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا ما نساوش نصليو على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله وعلى بركة الله. نبداو ان شاء الله المقادير اللي غادي نحتاجو باش راه نحضروا الريب ديالنا. عندنا واحد ايطرو ديال الحليب، عندنا فاني من فئة ديال 7.5 غرام، عندنا كذلك سكر سنيدة واحد 3 ديال المعالق كبار عامرين، وعندنا دانون ديال الفاني. صافي هادو من المكونات اللي غادي نحتاجو. غادي نبداو ان شاء الله في الطريقه ديال التحضير. غادي نجيبو شي اناء اولا شي كاسرونه اللي غادي نديرو فيها داك الحليب، غناخدو غير نص لتر. غادي نحاولوا اننا نخويوه في هذيك الكاسرونه، وغادي نفيضوا غير النصف فقط، النصف الاخر اللي بقى من بعد نقول لكم. صافي غادي نديرو هذا باش يلا يفيض. المهم راه هذا الريب صادق 100%، اكيد غادي يصدق معاكم، غير جربوه وغادي ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. المذاق ديالو كيجي هائل بحال كتاكلوا في دانون ديال الفاني. صافي غير كيفيض لينا كنطفيو عليه النار. صافي وكنحاولوا نحيدوا هذيك الفراره اللي كتكون في الاعلى. المهم راه غير شويه كتحيدوا غير هذه بحال الكشكوشه ولا هذيك الفوق اللي كتكون في الاعلى، كنحاولوا اننا نحيدوها باش يلا الريب ديالنا يروب مزيان. هي بحال ما كتساعدوش على انه يروب. صافي غادي نجيبوا الخلاط الكهربائي، غادي نضيفوا فيه هذاك النصف ديال الحليب اللي بقى لينا. غادي نزيدوا عليه واحد 3 المعالق ديال السكر سنيده. الحلاوه كتبقى على حسابكم، الا بغيتوها زايده اكثر زيدوا على دوك 3 المعالق، بغيتو يجيو هذاك راه 3 المعالق راه كافيين. غادي نزيدوا عليه كيس ديال الفاني، وغادي نضيفوا عليه ايضا واحد الياغورت بالنكهه ديال الفاني. هي اي نكهه بغيتو، ولكن بالنكهه ديال الفاني هي اللي غادي تواتى معاه بزاف. صافي وغادي نحاولوا اننا نطحنوا هاد المكونات مزيان. من بعد ما نمزج لينا الحليب ودانون والفاني السكر سنيده، غادي نبداو نضيفوا عليه بشويه بشويه داك الحليب اللي فيضنا. المهم الحليب اللي فيضنا ما تضيفوهش وهو سخون حتى كتحسوا بيه بلي راه يمكن لكم انكم تقيسوه وما غاديش يحرقكم، يعني تخليوه سخون وماشي بارد. صافي غادي نضيفوا غير واحد الكميه وغادي نحاولوا عاوتاني نخلطوا. غنبقاو بشويه بشويه وحنا كنضيفوا، المهم كنضيفوا وكنعاودوا نخلطوا. الان غادي نضيفوا داكشي اللي بقى لينا وغادي نخلطوا عاوتاني حتى كنحسوا به راه مزج لينا مع الحليب اللي بارد. المهم راه بسهوله ولا كيوجد، يعني ما فيه شي حاجه اللي صعيبه، راه سهل بزاف. صافي كنخلطوه حتى هو واحد شويه. الان غادي نجيبوا الكيسان اللي غادي نديروا فيهم هذا الريب، غادي نخويو فيهم هاد الريب ديالنا. المهم راه هنا الكيسان كبار، الا درتو كيسان صغار راه غادي يعطيكم كميه اللي كبر على حسابكم نتوما. صافي غادي نخويو كاع الكميه في هاد الكيسان كاملين. الان غادي نجيب الكوكوط اللي غادي تكون غادي تهز لينا هاد الكيسان كاملين. جبت انا الكوكوط الكبيره اللي كاينه، درت فيها هاد الكيسان كاملين، ستفتهم حدا بعضياتهم كيف ما غادي تشاهدوا باش يلا تكفاني المساحه اللي فيها. المهم في هاد الاثناء راني درت الماء اللي غادي يكون غليان، حاولت انني نطيبه مزيان. عاد غادي نخويه في الجنب ديال الكوكو حتى نوصل تقريبا للربع ديال الكاس. صافي غير كيوصل لنا تقريبا الربع، ما كاملش كاع النصف، غير ربع ديال الكاس وصافي وغادي نحبسو.
صافي غادي نسدو على الكوكوط وغادي نديرو ليها كذلك الصفاره. المهم غادي نغلقوا عليها مزيان. غادي نجيبو شي حاجه اللي غادي تكون سخونه باش يلا نغطيوها. المهم انا جبت هاد المنطه كيف ما غادي تشوفوا، هي باش غطيت بها الكوكوط ديالنا، وكنحاول انني ندورها في كاع الجوانب باش يلا تكون شاده السخونيه في كاع البلايص. المهم غادي نخليو الرايب ديالنا حتى لغدا ان شاء الله، عاد غادي نفتحوا عليه وغادي نشوفوا النتيجه ديالو. حاولوا انكم ما تبقاوش تزعزعوا الكوكوط باش يلا هذاك الرايب ما يتكبش لكم في داك الماء. وهنا اليوم الثاني من الوصفه، غادي نحاولوا اننا نفتحوا عليه هذيك الكوكوط وغادي نشوفوا النتيجه ديالو، وغادي نشوفوا حتى نتوما كيفاش داير. صافي غادي نهزو الكبيسات ديالنا من الكوكوط. انا هنا غادي نشارك معكم النتيجه ديالو. هنا كما كتشوفوا قلبت الكاس وما غاديش ينزل، باش تعرفوا راه ريب صادق 100%. والمذاق حتى هو هائل. المهم راه كنوريكم يعني باش ما تقولوش راه غير كاس واحد، راه جميع الكيسان كاملين نقدر نقلبهم وما غاديش ينزل. الا تبعتوا حتى نتوما الوصفه كيف ما قلت لكم، تبعوا النصائح اللي كنعطيكم وكاع داكشي اللي قلت لكم، راه غادي يصدق معكم. المذاق ديالو كيجي هائل بحال كتاكلوا في شي دانون، يعني لذيذ بزاف واكيد غادي يعجبكم حتى نتوما الا جربتوه. تقدروا ديروه في السحور ديالكم وجبه اولا شي حاجه اللي لذيذه وفي نفس الوقت ما فيهاش شي صعوبه باش لا توجدوها. صافي الان غادي نخليهم حتى السحور وغادي نديرهم في الثلاجه باش يبرد لينا هذا الريب، وعاد غادي نتسحروا بهم ان شاء الله. كنتمنى ان شاء الله وصفه اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، كنتمنى ايضا نكون عند الحسن الظن ديالكم. والناس اللي جداد في القناه ما تنساوش تشاركوا فيها باش توصلكم اي وصفه درتها وتكونوا نتوما من الاوائل اللي غادي تشوفوها. الا عجبكم هذا الفيديو خليوا لايك، وفي التعاليق كتبوا اقتراحاتكم من الفيديوهات القادمه. بالنسبه للناس اللي قدام ومشتركين ديجا راه الدار داركم. مهم راني كنحاول انني نحط لكم كل يوم وصفه، واخا كيف ما عارفين التعب ديال التصوير والتعب ديال المونتاج كيكون كبير، ولكن اكيد غادي نبقى مداومه على الوصفات اليوميه ان شاء الله. ما سخيتش بكم، ولكن هنا وصلنا للنهايه ديال الفيديو. خليت لكم الراحه، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم مع وصفه جديده. بسلام عليكم والى اللقاء.